سلام. اليوم غنديرو الشباكية بطريقة سهلة واضحة مبسطة. اهم حاجة بنينة وهشيشة، والحاجة الا ما كانت صادقة وبنينة ما نحطهاش. نشوفوها. يلا غنديرو 2 كيلو ديال الدقيق ابيض، ما يعادل 9 الكؤوس ديال العنبة اللي كيكونوا عامرين حتى الفوق ومسوحين. 250 غرام ديال الزنجلان، غادي يعطينا 2 كيسان ديال الزنجلان عامرين ومعلقة. كنطحنوه مزيان حتى كيولي بحال هكذا. 150 غرام زبدة اللي هي كاس، والكاس اللي كنهضروا عليه هو هذا ديال 170 مليلتر، و80 مليلتر زيت نباتي وزيت بلدية، زيت زيتون اللي هي نص كاس. وهنا 270 مليلتر ماء زهر اللي هي كاس، وكاس واحد اخر الا ربع. كندير فيه ساعة تقريبا زعفران شعرة، ودابا كنضيف ليه ضامة البنة ديال الزعفران. وبطبيعة الحال كنغطي اي حاجة درتها حيت كنتعطل شوية في التصوير. وهنا 50 مليلتر ديال الخل، 4 كاس. ملح، صفار بيضتان، 15 غرام نافع بلدي اللي هي معلقة ونص، و20 غرام قرفة اللي هي 2 معلقات. 8 الحبات ديال المسكة، هنا دقيتهم مع السكر حتى كيولي ناعم بحال هكذا. طبيعة الحال كنغربلو اي حاجة نخدمو بها. هنا كنديرو الدقيق وكنضيف عليه القرفة حتى كنغربلها. النافع هذه المرحلة الاولى. والمسكة حتى هي كنغربلوها. كنضيفو الزبدة والزيت وكنخلطو كلشي، وكنحاولوا ندخلوا المكونات في بعضياتهم مع الزيت والدقيق. من بعد كنضيفوا الزنجلان، كنديروا حفره الوسط، كنضيفوا 2 بيضات، خل، ما نحطوش الخل حدا البيض، ملح وخماره. من بعد كنضيفوا الزعفران مع ماء زهر بشويه بشويه، ما كنخويوهش كامل في مره، وكنحاولوا نعجنوه. عجينة الشباكية بطبيعة الحال ما كتجيش بحال الخبز، كنحاولوا نعجنوها ونجمعوها مزيان، كتكون بحال هكذا. كنقطعها طراف، كنحاول ندورها بحال هكذا على شكل بيضاوي، كندير لهم كاملين بحال هكذا، ومن بعد كنخليهم يرتاحوا تقريبا نص ساعة حتى لساعة. وبطبيعة الحال كنغطيوهم، ومنين كيرتاحوا هذيك الساعة من بعد كنحاول نطلقهم في الطول بحال هكذا. كنطويها على 3، كنحاول غير شويه غير نجمعها باش تداخل في بعضياتها. من بعد اي وحده كنصايبها كنقطع الجناب ديالها، ودوك الجناب بطبيعه الحال غادي نجمعوهم وغادي نديرو بهم كره واحده اخرى. من بعد اي وحده في هادو اللي كندير كنغطيها مزيان باش ما تكونش ديك القشره اللي كتكون في الفوق، وكاملين ندير لهم نفس الطريقه. من بعد نغطيهم ونخليها ترتاح تقريبا 2 ساعة. من بعد من كدوز هاد 2 ساعة كنجبدوهم وكنحاولوا نطلقوها. كنديرو في كل وحده 5 الاشرطه، 1 2 3 4، كنقطعو في الخامس. كنديرو 3 الفوق و2 لتحت. كنديرو الشريط الثاني فوق الاول، والشريط الثالث فوق الثاني. كيبقاو واحد 2 جودينات لتحت خارجين، كنحاولوا نجمعوهم المره الاولى كنطويو الثانيه باش تجينا سهله. كنحطوها، وهذاك الشريط اللي كيبقى طالع كنحاولوا ندوروه هكذا دائما
الصورة كتكون وضح من الهضرة. ولا كانت شي حاجة زايدة من الجناب كنقطعوها بالمقص. وهذا هو الشكل ديالها. غنعاودو نفس الطريقة ونخليكم تفرجوا. الشكل الثاني في بلاصه ما نقطعوه في الخامس غادي نقطعوه في السادس هكذا. كنحطوها باش تجينا سهله وكنديروا جوج فوق جوج وكنمشيو عاوتاني بالعكس بحال هكذا. من بعد هادوك جوج ودينات اللي كيكونوا خارجين في التحت كنجمعوهم بحال المرحله الاولى، وهذه غير كنحلوها صافي وكنحاولوا نجمعوا بحال هكذا. هنا كنكونوا سالينا التشكيل كنخليوها تبات حتى الغدا، ما تغطيوهاش بلاستيك غذائي باش ما تعرقش، غير لوحوا عليها شي زيف باش ما تبقاش في الليل هكذاك. راه بغيت نشرح اكثر ولكن هذا هو جهدي. اليوم الثاني غنديروا الزيت يسخن، غنجربوا الاولى نشوفوها واش غادي تقلى، ومن بعد كنبداو نحطوهم كاملين. العسل اللي صايبت كنسخنو شويه ومن بعد اللي طابت كنحطها في العسل. كنخليها شويه ديال الوقت على ما طابوا الاخرين، وقبل ما يطيبوا الاخرين كنديروها تسقطر بشي شبكه ولا شي حاجه اللي كتكون مفتوحه. النيشان كنديروا فيها الزنجلان باش يشد فيها. وهكذا كنكونوا سالينا الشباكيه بكل صراحه، جات هشيشه بنينه وتستاهل انها تجرب. بصحة وراحة، بسلامة.